رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم. معكم حلقة جديدة من أخبار وبلاي ستيشن. أهم أخبار النادي الأهلي حصريا هتلاقوها معانا يا جماعة، والمنتخب. نبدأ على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. واصحى معايا، ما تنامش، أنا ما باكلش شيبسي. اصحى معايا يا شباب ودلعونا باللايكات. أول خبر معانا النهاردة: إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا. محمد صلاح يا جماعة طبعا احنا عارفين هو بقى كويس وراح الجونة، لكن مراته عزل عشان مراته طبعا وبنته عندها أعراض بسيطة، لكن مراته هي اللي إيجابية. إن شاء الله ربنا يشفيها إن شاء الله وتبقى تمام التمام. محمد صلاح، إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا. تاني خبر معانا النهاردة: معسكر مغلق للنادي الأهلي لحين انتهاء نهائي أفريقيا. النادي الاهلي يا جماعه خايف على لاعبته، لان اللائحه بتقول لو فريق اقل من 14 لاعب يعتبر منسحب. لو فريق اللي جاهز عنده اقل من 14 لاعب يعتبر منسحب. سيد عبد الحفيظ عمل معسكر مغلق للنادي الاهلي لحين الانتهاء من نهائي افريقيا عشان يحافظ على اللعيبه بعيد عن اي مشاكل، وربنا يوفق ان شاء الله. تاني خبر معانا النهارده: محمد فضل يؤكد ان النني لا يعاني من اي شيء. كانت حصلت اشاعه امبارح طلعت ان النني عنده فيروس كورونا والكلام ده، يعني اشمعنى النني؟ طالما صلاح جاله يبقى النني جاله. ففضل طلع بيأكد ان مفيش اي اصابات للنني. النني زي الفل وهيلعب الماتش الجاي اساسي ان شاء الله، ومفيش اي مشاكل. يبقى النني ما عندوش اي حاجه على الاطلاق. خبر بعد كده: شادي رضوان يشكر الاهلي على الموافقه على اعارته الى البنك الاهلي. يشكر الاهلي الموافقه على الاعاره للبنك الاهلي. هو سنه، هيروح سنه وهيرجع ان شاء الله يبقى تمام، ويرجع ان شاء الله يشارك مع النادي الاهلي اساسي. سنه ولا اتنين بالكتير ويرجع ان شاء الله. ولد مبشر جدا وخامه جميله، وان شاء الله يكون عند حسن الظن. والجون جه ان شاء الله، الولد ده يبقى كويس. خبر بعد كده: بدر بنون ينتظم في التدريبات بداية من الأسبوع المقبل. بدر بنون هيشارك في بداية مباريات الكاس، هيكون متواجد إن شاء الله. ربنا يوفقه إن شاء الله ويبدأ بداية كويسة، لأن البدايات في النادي الأهلي بتفرق، وربنا يسهل للجميع إن شاء الله. والخطيب يصرح: أي لاعب لن يجدد عقده سوف يرحل. أي لاعب يا جماعة مش هيرضى يبقى فاضل له سنة ولا حاجة وما يرضاش يجدد عقده، طبعا عارفين هيبقى مين اللي بيلعب في دماغه. فالخطيب اللي مش هيجدد عقده مش هنبيعه على طول، مش هنستنى لما يرحل مجاني. وده الكلام المظبوط، ده الكلام اللي الكابتن الخطيب بيعمله مظبوط. ربنا يوفقه ان شاء الله. واللي مش عاوز الاهلي احنا مش عاوزينه، بس هنبيعه عشان نستفيد بيه. مشترينك بفلوس عملناك نجم، يعني مشترينك بفلوس وعملناك نجم، وعايز تمشي بلاش؟ مش ممكن طبعا. عروض لاحمد الشيخ من بيراميدز والبنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا، والاقرب بيراميدز. عرض بيراميدز هو الاقوى. طبعا الاهلي بعد ما كان في اتجاه قوي لمبادله احمد الشيخ مع محمد فاروق، رجع تاني موسيماني قال انا مش محتاجه ولا محتاج الشيخ، الاتنين يمشوا. وجون خطير، جون خطير. فاحمد الشيخ في بيراميدز مع السلامه. اختبار طبي لاحمد رمضان بيكهام في النادي الاهلي يوم الاربعاء تمهيدا لضمه رسميا. ولو اني شايف ان مستواه متذبذب اليومين دول، ولكن ممكن يبقى كويس، ممكن يجي منه، لسه صغير ولعب في المنتخبات، ممكن يجي منه. فهو ان شاء الله الاهلي كده على الهادي يا زبادي، بيسخن بيخلص الصفقه على الهادي، مش مستعجل عشان وادي دجله ما يطمعش. فان شاء الله يوم الاربعاء اختبار طبي عشان نضمه رسميا للنادي الاهلي. خصوصا ان احنا شفنا يعني حظوظه كترت بيكهام بعد ما اصابه محمد هاني ومش لاقيين بديل. بدأنا نفكر في رامي ربيعه والناس دي، فحظوظه كبرت تاني بيكهام. المتحدث الإعلامي التحدث إعلاميا عن إمكانية انتقاله للأهلي دون موافقة من إدارة بيراميدز. محمد فاروق عملوا له غرامة كبيرة علشان يتحدث إعلاميا إنه هينتقل للأهلي، والعملية ما حصلتش، فباين شكلهم وحش قوي. فعملوا له غرامة 100,000 جنيه محمد فاروق.
الأهلي يواجه أبو قير الأسمدة مساء السبت المقبل في ربع نهائي الكاس، والفائز سيواجه الاتحاد السكندري في نصف النهائي يوم 1 ديسمبر المقبل. طبعا يا جماعة كاس مصر هيبدأ، والصفقات الجديدة هتشارك، وإن شاء الله هيبقى إيه الكاس والنهائي شكله كده هيبقى برضه أهلي وزمالك. فإن شاء الله ربنا يستر بقى الفترة اللي جاية دي إيه، والأهلي يرجع لسابق عهده إن شاء الله. تجدد إصابة محمد عبد الشافي في نادي الزمالك، هو أصلا ما كانش هيلعب يعني. لا، في خبر كمان قبل اخر خبر، في خبر فشل انتقال عصام الحضري لنادي زد. عصام الحضري كان هيروح لنادي زد في الدرجه الثانيه، نادي اسمه كده زد، حرف زد. طبعا عصام الحضري بيتاجر بتاريخه يا جماعه، عنده حاجات كتيره قوي بيضيعها عشان حاجات صغيره يعني، وكل تفكيره انه ازاي محمد عبد المنصف ما يسبقوش في عدد المباريات، فراح يلعب مباريات وخلاص في اي مكان. يا عصام، يا عصام حافظ على تاريخك يا عصام. اخر خبر بقى عندنا يا جماعه هو تشكيل المنتخب المصري. تشكيل المنتخب المصري غدا في مباراة توجو القادمة: الشناوي في حراسة المرمى، أحمد توفيق، حجازي، الونش، أيمن أشرف. في نص الملعب طارق حامد وحمدي فتحي وتريزيجيه وزيزو. صانع ألعاب قفشة. وراس الحربة بقى مصطفى محمد أو كوكا، بس 90% مصطفى محمد. وبكده تكون خلصت حلقتنا ان شاء الله. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصحى معايا ما تنامش، انا ما باكلش كرانشي.